كده صباحكم مشرق بنور الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده دايما بخير وبصحة وسعادة وسلامة. بنحبكم في الله. تعالوا نبدأ يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني من الفيديو اللي فات. ربنا يا رب يصلح حالي وحالكم جميعا. عايزة دعواتكم كده كتير 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 لأولادنا وبناتنا اللي في طلبة الثانوية العامة. ربنا يا رب يوفقهم ويصلح حالهم يا رب، اللهم آمين. تعالوا عايزة منكم بس دعوة كده ليهم، ربنا يصلح حالهم يا رب، ويا رب يا رب كده ينجحهم وما يضيع تعبهم أبدا ولا تعب أهاليهم، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ فيديو جديد ويوم جديد ويوم وطاقة إيجابية جديدة. بحبكم في الله. هنشوف هنعمل إيه مع بعض النهاردة في الفيديو الحلو ده. بس شايفين بسم الله ما شاء الله، قولوا بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي في الكومنتات. هنعمل النهارده كبده مصريه على اصولها. معايا بصل، كميه بصل محترمه انا مخرطاها على ايدي، لو عايزه تضربيها في الكبه اضربيها. تمام. ومعايا هنا حوالي ربع كيلو من اللحمه مقطعاها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده معانا اهي. بصوا اهي، قطعه لحمه كده بتجيبيها بس تكون فيها نسبه دهون شويه علشان تخلي الكبده طعمها حلو. هتقولي يا ام منى لحمه مع الكبده؟ جربوا الطريقه ديت وهتدعوا لي. وقت ما تجربيها كده عايزاكي تدعي لي دعوه كده من قلبك ان ربنا يصلح حالي وحالكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ومعايا هنا برضو حوالي ربع كيلو كبده. ده كبده بلدي طبعا مقطعاها. كلنا طبعا عندنا من العيد لحمه وكبده وكده. تمام. هنعملها، هوريكم احلى طبق كبده تاكلوه في حياتكم. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هعملها هنزل على البصل باللحمه. بسم الله. اهي حوالي ربع كيلو. تمام كده. وهحطها على النار. تمام. حطينا اللحمه مع البصل اهيت. بسم الله. قلبي بقى البصله مع اللحمه. طبعا اللحمه هتاخد سوا شويه عن الكبده اهي لحد كده ما تغير اللون بتاعها زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بصوا هتاكلوا بقى كبده مصريه على اصولها. دي انا مسمياها الكبده المصريه. في كبده اسكندراني بقى وكبده معرفش ايه، هي دي الكبده بتاعتنا احنا، بتاعت امي وامك وستي وستك. بصوا هتاكلوا طبق كبده هتدعوا لي. اللي هيجرب الطريقه ويقول لي ايه رايه فيها عايزاكم تدعوا لي بس دعوه حلوه، مش عايزه منكم اكتر من كده. اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك ويفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو او بوست هنزله معاكم. طبعا الكبده اللحمه ديت اسفه، اللحمه مع البصل هياخدوا نسبه سوا، لازم يسووا اللحمه شويه. طبعا الكبده ما بتاخدش 7 دقايق على النار. انا هنزل كده اتبل اللحمه اللي معايا بالبصل. بسم الله. معايا كمون، معايا فلفل اسمر، بهارات سهله وبسيطه جدا، معايا شطه، ومعايا كزبره ناشفه اهو. يبقى معانا ايه؟ كمون، فلفل اسمر، كزبره ناشفه وشطه. عايزه تضيفي اي حاجه تانية منكهات تانية حطي. انا الكبده يعني فلفل اسمر يعني كمون يعني شطه يعني كزبره، هو ده اللي انا بحطه بس على الكبده. طبعا الملح هنحطه في الاخر علشان اللحم بس ما تاخدش معانا سوا شويه. احنا هنسوي اللحم حوالي 90% علشان الكبده مش هتاخد حاجه. تمام. لو عايزت منك سنه ميه هنحط لها سنه ميه، هي عامه البصل هينزل ميته مع اللحمه وهتستوي. تمام. تابعوا معايا الفيديو حبايبي وصلوا على النبي وما تنسوناش في اللايك والاشتراك. بحبكم في الله حبايبي. هنا اللحمه وصلت معانا سوا حوالي 80%. شايفين شكلها؟ شايفين النغنغه اللي هي فيها، العصاره اللي هي منزلاها اللحمه دي؟ اللحمه مع البصل نزلت ميتها وبيستووا في بعض زي ما انتم شايفين. هي شكلها اصلا يفتح النفس من غير ما تاكل. تمام. هنزل عليها بحبيتين من الطماطم مقطعهم قطع صغيره كده، ومعايا فلفل سبايسي وفلفل بارد. تمام. عندك فلفل احمر حطي، عندك فلفل اصفر حطي، اللي عندك متاح حطيه. انا هنزل عليهم كده بسم الله. وهنقلب الكلام ده كله. انا لسه لحد الان ما نزلتش بالكبده بتاعتي، انا لازم هسوي كل الخضار اللي معايا كده مع اللحمه. تمام. الكبده دي اخر حاجه لانها هتاخد من 5 دقايق ل7 دقايق بالظبط على النار. تمام اهو. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وعايزه يا رب اللي وصل منكم الفيديو كده ما تنسوناش في اللايك وما تنسوناش في الاشتراك. بحبكم في الله. ربنا يا رب يجبر بخاطركم. اللي بيحب النبي يصلى عليه، واللي ما حطش لايك للفيديو يحط لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. ربنا يا رب يجعل الدعوه دي من نصيبكم، يجبر بخاطركم ويرضيكم في ولادكم وفي عافيتكم وفي صحتكم، ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين اجمعين اللهم امين.
شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي، اللي بيحب النبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. ايه رايكم؟ والله تفتح النفس. ربع كيلو من اللحمه مع ربع كيلو من الكبده مع بصل وخضار طماطم وفلفل، وتنزلي بشويه كمون وفلفل اسمر وكزبره ناشفه وشطه اللي بيحبها سبايسي زي حالاتي، وهتاكلي احلى كبده مصريه على الاصول. دي الكبده المصريه الاصيله بتاعتنا، تمام؟ مفيش فيها افتكاسات، حاجه كده تفتح النفس. بحبكم في الله حبايبي، واهم حاجه تصلوا على النبي كده، واللي يدعي لي دعوه كده يا رب يجبر بخاطره جبر يليق به عظمه السماء والارض يا رب. بحبكم في الله حبايبي، ويا رب كده تطلعوا مستفيدين بحاجه بسيطه من الفيديو. وتابعوا معايا الفيديو للاخر، هوريكم شكل الكبده وقت ما اجي احطها، وهيبقى ده احلى غدا النهارده. بحبكم في الله، وما دمتم يا حبايبي في حياتنا. هنزل بكميه الكبده بقى كده. اللحمه استوت 90%، دي هتاخد معايا 5 دقايق بس، وهتكون استوت وبقت جاهزه معايا. اخر حاجه الكبده. شايفين؟ من ربع كيلو عملنا كميه محترمه. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي، بحب النبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا رسول الله محمد. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سيبها تستوي مع بعض حوالي 7 دقايق وهطفي عليها، وهوريكم شكلها بعد ما تستوي. الكبده كده استوت وجوسي كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله اكبر. صلوا على النبي حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا رسول الله محمد. شايفين؟ حاجه كده تفتح النفس. اعمليها بقى سندوتشات، بتاكلها كده، بتحمري جنبها بطاطس، قطعي خيار جنبها وسلطه، وبيبقى احلى غدا. بحبكم في الله يا حبايبي، وتابعوني لاخر الفيديو. ايه، نغرف الكبده بتاعتنا. بسم الله اهوت. بسم الله. شايفين؟ كبده كده جوسي. بسم الله ما شاء الله عليها. بسم الله اهوت. نغرف طبقين بقى، بطاطس محمره مع العيش البلدي اللي هو المفجع دوت، وكلي احلى طبق كبده هتعمليه في حياتك. جربوه بالطريقه ديت وقولوا لي ايه رايكم. شايفين؟ بسم الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. حمرت معاها قرنين فلفل شطه وطبق بطاطس، وده هيكون شكل غدانا النهارده. بحبكم في الله حبايبي، وما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.